عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده كيكه تعتبر من اجمل وابسط الكيكات على اليوتيوب. مقاديرها اقتصاديه جدا جدا ومتوفره في كل بيت، وطريقه تحضيرها سريعه جدا. مش هنحتاج غير لخلاط، وده طبعا لو متوفر عندنا. وهي ايه؟ طبعا كيكه الزبادي او الرايب. كتير مننا بيبقى عنده لبن رايب او مثلا زبادي وخلاص هتنتهي صلاحيتها ومش عارف يستخدمها في ايه. تقدروا تستخدموها في عمل الكيكه التحفه اللي انتوا شايفينها دي. بجد الوصفه تستحق التجربه. يلا على طول نسمي الله ونشوف المقادير بتاعتنا ايه وطريقه التحضير. بس الاول يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو لسه بتشوفوا قناتي لاول مره وحابين يوصلكم اشعار بكل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. مبدئيا وطبعا زي ما بنبه في كل فيديو ان الكوبايه اللي هنعاير بيها الدقيق تكون هي نفس الكوبايه اللي هنعاير بيها باقي المكونات بتاعتنا. في البوله دي معايا كوبايتين من الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات، ومعايا كمان ذره ملح. ضفت الملح على الدقيق. معايا كوبايه من السكر الابيض الناعم. معايا كوبايه من اللبن الرايب، تقدروا تستعملوا زبادي او لبن رايب المتوفر فيهم عندكم. معانا كمان كوبايه الا ربع من الزيت، 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. معايا فانيليا سايله هاخد منها نص معلقه صغيره، تقدروا تستعملوا 2 باكو فانيليا باودر لو مثلا مش متوفر عندكم الفانيليا السايله. كمان معانا باكو من البيكنج باودر او معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر. شايفين قد ايه المقادير سهله وبسيطه جدا؟ تعالوا بينا بقى نشوف طريقه التحضير. هنضيف باكو البيكنج باودر للدقيق. طبعا كنا ضفنا قبل كده ذره الملح. هنقلب المكونات الجافه دي مع بعضها كويس جدا وهنركنها على جنب. بعد كده هنبتدي ننزل بالثلاث بيضات بتوعنا في شفشق الخلاط، وضروري جدا ان البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. هنضيف ليهم نص معلقه صغيره من الفانيليا السايله او ممكن 2 باكو فانيليا باودر. هنضيف كمان كوبايه السكر وكوبايه من اللبن الرايب، تقدروا تستبدلوه بزبادي لو مش متوفر لبن رايب، وكوبايه الا ربع من الزيت. هنخفق المكونات بتاعتنا دي في الخلاط كويس جدا لمده حوالي 5 دقايق بالكتير، وده مهم جدا جدا علشان الكيكه بتاعتنا تطلع هشه وجميله. لو مش متوفر عندكم خلاط تقدروا تستعملوا المضرب اليدوي، وفي بوله عندنا هنخفق كل المكونات دي مفيش ادنى مشكله. وبعد ما خفقنا كل المكونات السائله بتاعتنا تعالوا بينا ننخل الدقيق. ضروري جدا ان احنا ننخل الدقيق قبل عمل الكيكه علشان الكيكه بتاعتنا تطلع هشه وجميله وما تكونش مكتله من الداخل. بعد ما بننخله نقلبه في بعضه علشان البيكنج باودر والملح وكله يتجانس مع بعضه. بنضيف المواد السائله للمواد الجافه بالشكل ده، وهنقلب ما يكونش تقليب كتير، يا دوب بس المكونات كلها تتجانس. تمام. مهم جدا جدا قبل ما نبدأ في عمل الكيكة نكون مشغلين الفرن بتاعنا على أقل درجة حرارة علشان الكيكة لازم تدخل على فرن متسخن مسبقا. خفقنا الكيكة بالشكل ده. الكمية دي هتحتاج لصينية مقاس 26. نزلنا فيها بمعلقة كبيرة من الزيت وكمان ذرة دقيق أو حوالي ربع معلقة صغيرة من الدقيق، وهنبتدي نبطن الصينيه بالشكل ده من القلب ومن الاحرف، وده ضروري جدا علشان الكيكه ما تلزقش. ولان انا عموما هقلب الكيكه بتاعتي هخلي ان الارضيه بتاعتها تكون هي الوش. دلوقتي هننزل بكل كميه الكيكه بالشكل ده. طبعا لو حابين تعملوا كميه اكبر فبتضاعفوا كل المقادير اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. الكيكه بتاعتنا يا جماعه بعد ما بنصبها في الصينيه بنبتدي نهز الصينيه بالراحه خالص وبنخبطها خبطتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبتدخل على فرن متسخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني لمدة تلت ساعة. بعد تلت ساعة بنختبرها بعود شيش طاووق أو خلة أسنان. لو كانت استوت بنشغل الشواية تديها لون خفيف خالص وبنطلعها، وهتشوفوا معايا شكلها عامل ازاي. ودي الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. تعالوا بينا نختبرها تاني. شايفين الخلة بتاعت أو العود بتاع الشيش طاووق نضيف خالص، فمعنى كده إن هي مستوية وزي الفل. شكلها جميل جدا ويشهي ويفتح النفس، وعاليه بقى مش قادره اقول لكم قد ايه، وهشه من جوه. هنشوف مع بعض دلوقتي. بس المهم طبعا تقدروا تاكلوها كده. انا بحب اقلبها، فهجيب طبق كده او صينيه واحطه على وش الصينيه بتاعه الكيكه وهقلبها. بتتقلب بكل سهوله زي ما انتم شايفين، مش لازقه خالص. ممكن نزينها كده بشويه من جوز الهند المبشور لو متوفر عندكم، لو مفيش خلاص. تعالوا بقى نقطع ونشوف العظمه من جوه عامله ازاي. طبعا شكلها بيتكلم عن نفسه، واكيد انتوا جعتوا من المنظر. بس بجد الكيكه دي من انجح الكيكات اللي عملتها، وكمان من ابسط الكيكات من حيث المقادير. ما بتاخدش وقت خالص، مقاديرها بسيطه واقتصاديه واكيد متوفره في كل بيت. يعني لو عندك شويه لبن رايب تقدري تعملي بيهم، لو عندك زبادي تقدري تستعمليها، اي حاجه هتمشي معاكي. الوصفه ناجحه جدا جدا،
ست البيت تقدر تعملها لاولادها قبل ما يروحوا المدرسه، مش هتاخد معاكي وقت اطلاقا، بالعكس هتبقي فرحتيهم وعملت لهم حاجه نظيفه في البيت. وكمان حتى لو طلبه او مثلا اي ناس مغتربين بره يقدروا يعملوا الوصفه دي، هتطلع ناجحه معاهم باذن الله من اول مره. شايفين بقى جميله جدا جدا، وبجد طعمها مظبوط بالملي، يعني السكر بتاعها مظبوط جدا، الكيكه كلها طالعه في مستوى واحد وهشه جدا جدا من جوه، ولونها بجد فظيع. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ اتمنى طبعا لو الوصفه عجبتكم تدوسوا لايك، عايزه لايكات كتير علشان الفيديو يترفع وكل حبايبنا يقدروا يشوفوا الوصفه المميزه دي. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك، هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه تحت الفيديو باللون الاحمر، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان يوصلكم اشعارات بكل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. وشيروا الفيديو ده لو حابين، وطبعا اوعوا تنسوا تكتبوا كومنت جميل زيكم، ولو في اي سؤال اكتبوه برضو في الكومنتات هرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة.